إما الكتابة وإما ستكون ثورا يقوده الآخرون. المصري القديم راجل حكيم ونزيه جدا ومؤمن إنها فانية وجثته هتتحول لتراب عادي والله، بس الكتابة هي اللي هتنقل ذكره وهتخلي روحه تتعرف على نفسها لما يقوم لحياته التانية. ما البني آدم سيرة برضه، وعشان مفيش حاجة بالساهل، والمصري القديم كان فراك وعايز يعمل حضارة ودايما ضد الأكل والمرعى وقلة الصنع. قالوا يلا نعلم الولاد الصغيرة الكتابة عشان لما يكبروا يشتغلوا في قصر الملك. بس وقتها الكتابة الهيروغليفية كانت صعبة على العيال، فكانوا بيدوهم كلمتين في الرايحة والجاية ويقولوا لهم انتوا مش نافعين. المصري مصري برضه، فمن زمان الكتابة والكتب مهمين في حياتنا، مش بس كتاب المدرسه اللي انت بتعرفش هو فيه اصلا ودايما بتشوف فيديوهات عشان مكسل تقرا. هو يا جماعه هاتوا الخلاصه، بس كمان عشان بينقلوا لنا خبرات وحياه ناس مختلفه عننا وناس شبهنا بتعلمنا ازاي نتصرف في مواقف معينه. سنه 1969 قرر وزير الثقافه الدكتور ثروت عكاشه انه يعمل معرض للكتاب بعد اقتراح من الرئيس جمال عبد الناصر قبلها بسنتين. بس اول ما اسرائيل عرفت ان مصر هتعمل معرض للكتاب بعد النكسه قالوا ان هم هيقطعوا اي دوله بتشارك في المعرض كناشر، بس ما حدش اهتم. واللي هو انتوا سامعين حاجه يا شباب؟ مفيش صح، يلا نعمل معرضنا بفعالياتنا بثقافتنا. واتعمل فعلا وكان ناجح جدا في دورته الاولى اللي اتعملت في الجزيره اللي هي دار الاوبرا دلوقتي. وسنة 1982 اتنقل أرض المعارض اللي في مدينة نصر عشان يقدر يستقبل زوار أكتر. في 2019 اتنقل أرض المعارض الدولية في التجمع عشان بقى يقدر يستقبل ناس أكتر وأكتر. والمعرض على فكرة في حاجات تانية غير الكتب زي فعاليات وزارة الثقافة الكتير قوي. وبالمناسبة دي أحب أقولك إن المعرض شغال دلوقتي، فتلحلح وروحوا أنت وأصحابك واتبسطوا. وكان معاكم من أوديت عادي.